مدينة الفقيه بن صالح بالضبط في إقليم جديد ومن قبائل بني عمير، ازدادت كريمة المحروق الملقبة بروبي سنة 1992، وكانوا عندها جوج خوتها، أخ وأخت. بعد ما كملت كريمة عامين خداها الأب ديالها هي والأم ديالها إلى إيطاليا، بالضبط في مدينة صقلية، وكان في داك الوقت كيخدم في العمل الحر. وبعد ما حبس على الخدمة قرر أنه يتجه لبيع السجائر بالتقسيط. وبعد ما كملت كريمة 9 سنوات في إيطاليا خدها الأب ديالها باش تعاونوا في الخدمة وتفرق السجائر في الطرقات أو على السيارات. كانت كريمة مشاغبة في الشغل ديالها ونشيطة، ولكن الأب ديالها كان كيسيء المعاملة ديالها بدعوة أنه غادي يربيها، ولكن هذا الشيء غير ما زاد يخليها تتمرد عليه كتر، وزاد عليه طموح ديالها بأنها تعيش حياة الترف والغنى اللي ما قدروش والديها يوفروها لها. كريمة كان الطموح ديالها كبر منها، يوم على يوم كانت كتكبر في راسها الفكرة ديال أنها تهرب من الدار ديالها. واللي زاد طين بلة هو أنه في أحد الأيام تعرضت لاغتصاب من أحد الأقارب ديالها اللي هو العم ديالها، ولكن العائلة نكرات ورفضت رفض قاطع، وفندوا الادعاءات ديالهم بأن كريمة مازال صغيرة وما عارفاش، وكذبوها وبل عنفوها وحاولوا أنهم يسكتوها فقط للحفاظ على الصورة ديال العائلة أمام القبيلة وأمام الأعراف والتقاليد ديالها اللي ما كتسمحش أنه البنت تصرح بأنها تعرضت للتحرش من طرف أحد الأفراد ديال العائلة ديالو، ولكن بدون سابق إنذار. وكيف ما هو متوقع هربت كريمة من المنزل ديالها في سن 14 عام، من بعد ما قررت أنها تخلي الماضي ديالها موراها وتخلي الأسرة ديالها موراها وتتبع طموحها وتعيش الحياة اللي كانت كتحلم بها. وفعلا قررت أنها ترشح لملكة جمال صقلية بالضبط في إيطاليا. ما نجحتش كريمة أنها تاخذ اللقب، ولكن نجحت أنها تخطف الأنظار ديال أحد أهم مديرين ديال الملاهي الليلية المعروفة في إيطاليا، بحيث خطفاته بالسحر ديالها والجمال ديالها والشخصية ديالها، وعرض عليها العمل كراقصة. وبطبيعة الحال كريمة كانت هذه الفرصة ديالها باش تثبت وتبين راسها وتنقذ نفسها من الفقر ومن كل شيء اللي كان موراها. وافقت كريمة على العرض ديالو ونجحت انها في مدة قصيرة تثبت راسها في الملهى، والشخصية ديالها قوية خلاتها تتعرف على رجال اعمال كبار وعلى شخصيات بارزة وعلى لاعبين ديال كرة القدم معروفين من بينهم كريستيانو. ولكن الفرصة الذهبية ديالها كانت في أنها تتلاقى مع أهم الشخصيات السياسية اللي كانت كدير المكتب ديال رئيس الحزب الحاكم آنذاك. لفتت النظر ديالها بحيث أنها كانت كتوفر على كاع الشروط، كانت كتوفر على الشخصية قوية وعلى السحر وعلى الجمال، وعلى أنها كانت فارضة راسها على كاع اللي موجودين في الملهى. والأهم من هادشي كامل هو أنها كانت قاصر، لأنه هو كان كيفضل البنات القاصرات. عرضت عليها العرض ديالها، وبطبيعة الحال روبي ما كانش غادي ترفض بحال هاد الفرصة اللي كتجي مرة واحدة في العمر، ووافقت على أنها تكون رفيقة ديال بيرلوسكوني وتسهر على التسلية ديالو. بيرلوسكوني كان في داك الوقت رئيس الحزب الحاكم، ولكن الأهم من هادشي كامل هو كان من أغنى رجال الأعمال في العالم، وكان الثروة ديالو كتقدر ب6.2 مليار دولار. كان كيجمع ما بين المال والجاه، وكان بمثابة المنقذ ديالها. في مدة قصيرة قدرت أنها تسيطر عليه وتصبح المدللة ديالو. كانت الهدايا كتقاطر عليها من ساعات رولكس وقلادات بولغاري وفساتين فالنتينو ورحلات ديال اليخوت، منازل فاخرة، الملايين ديال الدولارات اللي في الكونت ديالها. الشرط الوحيد اللي كان عنده هو أنه ترضيه وتتبع الرغبات ديالو.
وفعلا كريمة كانت دايره ليه الخاطر في كل شيء. واحد النهار كريمة اتصلت بيرلوسكوني وقالت لي انا متهمه في سرقه ديال ساعات رولكس. بطبيعه الحال كنعرفوا الساعات ديال الرولكس والثمن الخيالي ديالو، وعرضوها على قاضي التحقيق. ولكن بيرلوسكوني اتصل بالقاضي التحقيق وبالناس ديالو وقال لهم بانها قريبه مبارك، الرئيس مبارك اللي هو كان في ذاك الوقت رئيس ديال مصر. طبيعة الحال خلاو السبيل ديالها لانها كانوا كيعتبروها من بين الشخصيات البارزة، وقدرت انها تملص من الحكم بالتغطية ديال بيرلوسكوني. هادشي كامل مرضاش كريمة ومرضاش الطموح ديالها، كانت عارفة ان هاد السعادة وهاد الترف وهاد الثروة لحظية، ان غادي يجي واحد الوقت وغيتم الاستبدال ديالها بوحدة اخرى. كانت ذكية لدرجة انها قدرت تخليهم كاملين تحت السيطرة ديالها. واحد النهار في سنة 2013 تهزات إيطاليا على مكالمات جنسية كانت ما بين كريمة وبيرلوسكوني اللي كانت في ذاك الوقت قاصر، يعني السن ديالها كانت 17 عام. كان في ذاك الوقت بيرلوسكوني كيترشح للرئاسة ديال الحزب المرة الثالثة أو الرابعة. تهز الرأي العام في إيطاليا وما كان قدام السلطات إلا أنها تعتقل بيرلوسكوني، ولكن كريمة اختفت على الأنظار، الشيء اللي خلى المحاكمة طول واللي خلى بيرلوسكوني أنه يخسر الفرصة ديال أنه ينجح في الانتخابات مرة أخرى. والكارثة هو أنه تعزل من المنصب ديالو مجلس الشيوخ الإيطالي، واتهمته الصحافة والرأي العام بأنه كان السبب وراء اختفاء كريمة اللي كانت ملقبة بروبي. بطبيعة الحال هاد القصة ما حبستش حتى هنا، وغيظهر طرف جديد في القصة اللي هي إيمان كانت الشاهد الرئيسي في المحكمة. إيمان فاضل تزادت في المغرب سنة 1985، وهي عارضة أزياء مغربية كتمارس المهنة ديالها في ميلانو بإيطاليا. تذكر اسم ديال إيمان فاضل بالضبط في 2012 من بعد ما تفجرت الفضيحة ديال كريمة المحروق، واللي اتهمت بيرلوسكوني بأنه أقام علاقة معها في سن 17 عام، واللي هي تحت السن القانوني لممارسة الدعارة في إيطاليا. بالطبع إيمان أكدت على أنها كانت ضيفة على الحفلات ديال بونغا بونغا، وهي حفلات جنسية كان كياخدوا المقابل ديالها، وفعلا كان في هذيك الحفلات فتيات تحت السن القانونية وكانوا فيها ممارسات اللي هي غير مشروعة وكتضر بالبنات وكتضر بالنفسية ديالهم وكتضر بالجسد ديالهم. كانت الشهادة ديال إيمان بمثابة ضربة قوية للحزب السياسي، واللي وصفات فيه وصف دقيق للحفلات الجنسية اللي كان كيقيمها بيرلوسكوني في المنزل ديالو. وكان تروبي والبنات يعني من جميع الجنسيات، يعني من جميع الدول. كان المبلغ اللي كيتسلموه من بعد ما كتكمل هذيك الحفلات هي تقريبا وصفاته ب2000 يورو مقابل ليلة واحدة. يعني كان الوصف الدقيق ديالها هو اللي خلى الناس تعرف انه فعلا كاينين حفلات اللي كيتقاموا في المنازل ديال السياسيين واللي كيكونوا فيهم بنات قاصرات واللي كيكون فيهم ممارسات اللي هي مخلة وغير قانونية. إيمان تعرفت على بيرلوسكوني عن طريق وسيط، واللي كان كيوهمها بأنها تقدر تحصل على شهادة أو لا تحصل على توصية من بيرلوسكوني باش تولي مذيعة في أحد القنوات ديالو. وفعلا مشات لعند بيرلوسكوني، ولكن لمح ليها بأنها تقدر تحصل على الوظيفة اللي كتحلم بها إلى انضمات الحفلات ديال بونغا بونغا في الطابق الأرضي ديال الفيلا. أكيد إيمان في الأول رفضت رفض قاطع أنها تتعرض بحال هاد الضغوطات وهاد الممارسات
ولكن في الأخير قدروا يقنعوها وقدروا يخليوها تنضم لهاد الحفلات هذه. من بعدها كملت إيمان تصريحات والشهادة ديالها بأنه هادوك الطقوس اللي كانوا كيمارسوها في هادوك الحفلات كانت جد جد بشعة، بحيث أن الطبيبة ديال برلوسكوني حتى هي انضمت لهاد الحفلات، وأنه في هادوك الحفلات كان كيستغل لباس ديال الراهبات وبعض طقوس ديال الكنيسة في الحفلات ديال برلوسكوني. وكملات الشاهدة إيمان بأنهم كانوا فتيات جد قاصرات واللي كان كيعشقهم برلوسكوني، اللي كانوا كيقوموا بالتعري بلبس الراهبات في الحفلات ديالو. وقالت إيمان أنها في الليلة الأولى ديال الذهاب ديالها شافت جوج ديال البنات في ملابس ديال الراهبات كيقوموا بالتعري أمام رئيس الوزراء. وقالت أنه عضو ديال المجلس المحلي ديال الحزب برلوسكوني حتى هو كان كيشارك في هاد الحفلات في ميلانو. إيمان كانت جريئة في التصريحات ديالها، والكل شهد على أنه كانت كتوضح وكتفصل الشهادة ديالها، وأنها ما كانتش خايفة من حتى شي حد، بل أنها جرات العديد من السياسيين في هذه القضية، وصرحت أنها تعرضت للضغط النفسي باش أنها تراجع على التصريحات ديالها، وتعرضت عليها الرشوة باش أنها تسحب الأقوال ديالها. ولكن إيمان بحال إلا كانت كتنتقم منهم واحد بواحد على الضغوطات والأشياء اللي عاشها في هذيك الفيلا، لأنه فعلا صرحات أنه كان أبشع الكوابيس ديالها هما هادوك الفيلات وهادوك الحفلات اللي كانوا كيديهم ليهم. ولكن مع الأسف 2019 في مارس عارضة الأزياء المغربية توفات وخلت موراها بزاف ديال علامات استفهام حول الوفاة ديالها. الوفاة ديالها كانت غامضة، لأنه المحامي ديالها صرح أنها تعرضت للتسمم، وأنها قالتها ليه بالفم ديالها أنه أنا تعرضت للتسمم بعد ما كانوا كينقلوها في السيارة ديال الإسعاف. العائلة ديالها رفضت تسلم الجثمان ديالها لمدة 6 أشهر من إيطاليا، بعد ما صرحوا أن بنتهم تعرضت للتسمم. بعد ما تسلموا الجثمان ديالها اكتشفوا علامات زرقاء في سائر الجسم ديالها واصفرار في الأظافر ديالها. العائلة ديالها صرحت أنها ماشي هي نفس الشخص، لأنها تبدلت بزاف، وأن مستحيل تكون هذاك الشيء اللي وقع لها عادي. بطبيعة الحال تسد الملف ديال إيمان. بطبيعة الحال برلوسكوني ما غاديش يسكت، وغادي يحاول يدير الجهد ديالو كامل باش يبرئ راسو، وغادي يصيفط الناس ديالو حتى لبني حمد باش يزوروا شهادة الميلاد ديال كريمة ويردوها أنها كانت ذاك الوقت في السن القانوني. ولكن للأسف مع التعقيد اللي كان واجهه في الأوراق ديالها وحتى في النظام المغربي اللي ما كانش بتلك السهولة ديال انه يسمح لي بالتصوير، رجع خائب الامل ورجع حاني الرأس ومشى طلب من كريمة انها تسحب الاقوال ديالها مرارا وتكرارا. بطبيعة الحال كريمة كانت مختفية على الانظار، والذكاء ديالها خلاها تعرف كاع الخطط ديال برلوسكوني. ولكن المحاكمة ديال برلوسكوني وروبي طولات. الناس في إيطاليا صرحوا على أنه الحكم ديال برلوسكوني فقط لأنه سياسي ومعروف تعطل، وكان هناك العديد من التملص والتهرب. ولكن المفاجأة كانت لما روبي سحبت الادعاءات ديالها والأقوال ديالها. روبي أو كريمة هي فتاة مغربية قادمة من فقيه بن صالح ضبط بن ملال، قدرت أنها تقلب إيطاليا سفاها على علها، قدرت أنها تطيح رئيس الوزراء، قدرت أنها تنتقم لكاع البنات اللي تعرضوا للضغط والابتزاز في حفلات ديال بونكا بونكا، قدرت أنها تعوض كاع داكشي اللي عاشته في الطفولة ديالها، وقدرت أنها تحقق أحلامها بأنها تكون سيدة أعمال مرموقة.
اليوم كل شي نسى روبي راقصة الملاهي الليلية، وحتى شي حد ما عارف فين هي روبي، وقاع التساؤلات كتصب حول المدينة اللي ساكنة فيها روبي. نتمنى أنني نكون وصلت القصة كيف ما هي، ونوصل الأحاسيس والمشاعر ديال البطلات ديال القصة ديال اليوم. إيمان الشجاعة ديالها خلاتها أنها تفقد الحياة ديالها ودفعها كثمن، ولكن روبي الذكاء ديالها خلى أنها تستافد من الثروة ديال بيرلوسكوني وتستافد من الجهد ديالو. أكيد كانوا بزاف ديال الداعمين ديال روبي، لأنه ما يمكنش بوحدها تقدر تسيطر وتقدر طيح بحزب بحال هذاك الحزب في إيطاليا. أكيد كانوا معارضين اللي كيدعموها من اللور، ولكن ما نساوش الشجاعة ديالها، وأنها قدرت توقف قدامه وتعوض كاع داكشي اللي دار ليها، وما تكونش كأي فتاة دازت وغادي تنسى. بزاف ديال الناس حاولوا في الفيديوهات ديالهم يشوهوا كريمة ويشوهوا إيمان والسمعة ديالهم، ولكن الحقيقة ما كيعرفوها غير هما، والأحداث اللي عاشوها كانوا يعني فوق التوقعات، والتفاصيل اللي حكاوها في المحاكمة كانت بشعة، لأن أي حد يقدر يتحملها، وبالذات قاصر يعني تحت السن القانوني. تعرضوا للضغط والابتزاز والتلاعب. كينساو بأن المرأة المغربية مع عمرها ما غادي تنسى دقتها، وما غاديش تمر مرور الكرام وتدوز كأي بنت. كريمة ولا إيمان سواء بالشجاعة ديالهم أو بالذكاء ديالهم قدروا أنهم ينتقموا لكاع داكشي اللي عاشوه. نتمنى أنني نكون وصلت القصة بالشكل الصحيح، وأنني نوصل المشاعر والأحاسيس ديال إيمان وكريمة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في قصة واحدة أخرى.